هنعمل النهاردة بقى تحلية باردة سهلة جدا. لو عندكم لتر حليب وشوية دقيق هتعملوا حاجة حلوة بجد، طعمها تحفة، مش هترتاحوا نفسيا إلا لما تخلصوها. بالرغم بساطة المكونات بس بجد هتطلع معاكم حاجة حلوة قوي وهتعجبكم قوي، ومتأكدة هتكرروها كتير. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي بتجهيز الطبقة الأولانية. هنحتاج نص كوباية من الدقيق ونص كوباية من السكر. السكر ممكن يقل أو يزيد حسب رغبتنا. نص كوباية ناقص معلقة صغيرة من الكاكاو. أنا مستخدمة الكاكاو الخام لأن أنا اوريدي حاطة سكر. لو هتستخدموا كاكاو فيه سكر يبقى تقللوا السكر وتدوقوا وتشوفوا هتحتاج ولا لأ. هنقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها. بعد كده هنحط عليها 3 كوبايات من الحليب. الحليب بارد من التلاجة، وهنقلبهم الأول كده على البارد علشان خاطر المكونات الجافة عايمة على الوش كده شكلها غريب لحد لما تدوب كده شوية. وبعد كده هنرفعهم على النار ونستمر في التقليب. النار متوسطها مايلة للهادي مش عالية قوي عشان خاطر ما تلسعش مننا وتتكتل، ونفضل نقلب فيها ما نوقفش لحد لما يبتدي قوامها يتقل معانا زي ما احنا شايفين كده. ده القوام اللي احنا عاوزينه، يكون قوامه تقيل كده. اول ما تتقل بنهدي النار خالص ونحط قطعة من الزبدة، ولو عندنا قطعة شوكولاتة او قطعتين شوكولاتة نحطها، هي اختيارية، هتعزز النكهة جدا وهتنقلها في حتة حلوة قوي، ولكن مش اساسية يعني، من غيرها برضو حلو. هنحط معلقة كبيرة من الفانيليا ونقلب برضو، النار هادية جدا بس احنا عايزين ندوب الزبدة والشوكولاتة. اول ما يدوبوا يبقى هي كده خلاص جهزت معانا، وده القوام بتاعها، هيكون قوامها كريمي كده. الزبدة هتخليها قوامها كريمي زي البودنج كده. صينية مقاس 24 هنصب فيها الخليط بتاعنا. طبعا ممكن تستخدموا اي صينية واي قالب عندكم، ممكن تحطوها في كاسات او في كوبايات او في اطباق صغننة من اطباق الرز بلبن، يعني زي ما انتوا عاوزين. هنوزعها كده ونسيبها تهدى الأول شوية كده، وبعد كده نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة تقريبا أو لحد لما تجمد شوية، نص ساعة لساعة كده، على ما نجهز الطبقة التانية بتاعتنا. للطبقة التانية بقى أو لطبقة الكريمة أنا مستخدمة باكت من الكريم شانتيه. ممكن تستخدموا الكريمة البودرة أو الكريمة اللباني. الباكت ده طبعا عليه سكر فأنا مش هحط سكر، ولكن لو استخدمتوا الكريمة البودرة اللي هي السايبة اللي هي من غير سكر زودوا سكر بودرة عليها على حسب رغبتكم. ومعايا مية ساقعة بزودها بالتدريج، معايا كوباية من المية الساقعة بزودها واحدة واحدة. دي افضل طريقه علشان خاطر نحصل على نتيجه حلوه والكريم شانتيه يبقى متماسك معانا. حتى لو هتستخدموا الكريمه السايبه برضو زودوا الميه البارده واحده واحده، يعني حطوا حبه صغيره وزودوا بعد كده كل ما تحتاج زودوا. الناس بقى اللي مش قاعدين في دول عربيه مفيش عندهم كريمه بودره ولا كريم شانتيه، استخدموا كريمه الخفق اللي هي الويبنج كريم او كريمه الحلويات، تضربوها برضو تحطوا معاها سكر بودره وتضربوها كده اهوت لحد لما تمسك نفسها. ضربتها لحد لما بقت متماسكه زي ما انتوا شايفين كده. الطبقة التانية دي جمدت طبعا، سبتها في التلاجة ساعة تقريبا، ولكن هي ممكن تجمد قبل كده وممكن تجمد بعد كده على حسب التلاجة يعني، بس هي مش بتاخد وقت، هي اوريدي بتجمد على طول. المهم انها ما تبقاش سخنة ولا دافية واحنا بنحط عليها الكريم شانتيه او الكريمة بتاعتنا عشان الكريمة تفضل متماسكة. طبقة الكريمة المفروض تكون قد طبقة البودنج او الشوكولاتة اللي تحت، يعني خلوهم قد بعض، ممكن تبقى اقل حاجة بسيطة بس عشان يبقى الطعم متعادل يعني وفي توازن. بنفرد بقى الكريمه بتاعتنا، ومعايا السكريبر بتاعي ببتدي افردها كده اهوت، شمال يمين بقى فوق تحت، اظبطها كده واسويها على قد ما اقدر. معايا منديل مبلول فيه ميه دافيه شويه وبمسح السكريبر وبرجع امشي على الكريمه لحد لما تتفرد. هنحطها بقى في التلاجة مفيش يعني 10 دقايق ولا حاجه لحد لما نجهز صوص الشوكولاته بتاعنا. صوص الشوكولاته عملته معاكم قبل كده كذا مره، بس المره دي هديكم ملاحظات فيه مهمه. على البارد من غير شوكولاته وكله في الخلاط وسهل جدا. نص كوباية من السكر، نحط عليها نص كوباية من الحليب ومعلقتين كبار من الكاكاو، ونضربهم الأول كده هوت لمدة 30 ثانية. وبعد كده ننزل عليهم بنص كوباية من الزيت سرسوب صغنن جدا جدا جدا. في أنواع خلاطات طريقة ضربها وخلطها للمكونات متخليش الصوص ده يتقل. هاو كام أنا
في حاجات معينه بستخدمها مستحيل يتقل فيها. لو حصل ان هي ما تقلتش في الخلاط استخدموا الكبه او المطحنه الصغيره دي. لو الخلاط كبير قوي زياده او السكينه بتاعته من تحت مش حلوه ممكن ما يخليوش يتقل، فخدوا بالكم بس من النقطه دي. ولكن في الغالب هو بيتقل في الخلاط على طول. الخلاطات العاديه بتاعتنا شغاله حلو جدا. بصوا شايفين قوامه عامل ازاي. ولكن لو ما تقلش معاكي غيري الخلاط، استخدمي الكبه او مطحنه او اي حاجه تانية. بصوا قوامه ممتاز. طبعا نستخدم زيت حلو مش زيت تموين ولا حاجه علشان ما يديش طعم ولا يبقى طعمها فيه زرنخه وتبقى صعبه علينا. نفس الكلام بالنسبه للكاكاو، نستخدم كاكاو نوعه حلو. كاكاو في اي وصفه لو نوعه مش حلو بيبوظها وبيمررها. الكاكاو الخام مش المفروض ان هو يبقى مر زياده، بالعكس تبقى نكهته ونكهه شوكولاته فيه حلوه جدا. فناخد بالنا بس ان الانواع دي مهمه جدا. لو النوع حلو مهما كانت المكونات بسيطه تطلع الحاجه حلوه جدا. هنفرد بقى صوص شوكولاته فوق الكريمه بتاعتنا، وزينتها كده بسبرينكل شوكولاته. انا عندي منه كميه بصراحه مش عارفه اعمل فيه ايه. مؤخرا بحط على كل الوصفات عشان اخلصه بقى واخلص منه. بصوا بقى دي بجد ادمان، بجد هتفضلوا تاكلوا فيها ما تحسوا لا مش قادره. كل شويه هتاخدي حته لحد لما تخلصوها كلها. بجد طعمها حلو، ميكس الاطعمه كلها مع بعضها حلو قوي. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.